ايه حكومة مصرية مش ناوية تبطلي بلطجة؟ المواطنين في الشوارع ورميتوا واحد من فوق السطوح ودنيا ما يعلم بقى غير ربنا. ايه تفضلوا معانا كده لغاية امتى؟ وجايب لكم اثبات وانتوا بتضربوا واحد في قلب الشارع وبتشتموا واحد وبتهزقوا واحد في قلب الشارع. شوف الفيديو. ده واحد ماشي بموتوسيكل على التلتوار، ده طريق عادي جدا زي البني ادمين، ماشي على التلتوار ونازل يمسك في امين الشرطه ومش عاجبه، يعني امين الشرطه بيخالفه، امين الشرطه بيديله مخالفه، بيقول له ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، نازل يضربه. قله ادب، قله ادب، قله ادب وفراغه عين. عاوز اقول لكم بس ان مش اي كلام يتقال نزل يتصدق. بالمكان. كلنا طبعا شايفين مجهودات الشرطه في الايام اللي فاتت وان شاء الله في الايام اللي هتبقى جايه. مفيش واحد بينزل فيديو مع ان انا ضد التصوير ومعاه ضد اديك زي ما شفت الفيديو بتاع بتاع البنت اللي بتهوهو دي، ومعاه لانه بيجيب كلاب برضه بتحاول تعمل لنفسها اشباح. سمعنا كتير عن الشرطه المصريه وانا واحد حابب ان الشرطه المصريه بتعمله وحابب الصفحه اللي هم عملوها والتواصل معاهم، وعارف قد ايه هم محترمين لان احنا بنعدي على كمان كتير وانا ماشي على الشغل شغال في اكتوبر ما بنشوفش حاجه منهم. ده واحد مخالف اهو بيتكلم امين الشرطه بكل ذوق واحترام بيتكلم معاه، وحوار اللي هم كانوا بيقولوا رام واحد من فوق السطوح. الحكومه لما حققت في الموضوع لقيت الفيديو ده قديم ومش حكومه، فيديو مركب وما كانش حكومه، والظابط ده على المعاش بيقولوا بقاله 27 سنه. ناس بتحاول توقع الشرطه والشعب، فما ريت ما نسمعش كلامهم ونتاكد من الفيديو اللي احنا بنشوفه اهو. زي ما شفت الفيديو اهو بكل احترام بكل ادب، لا وايه هو اللي بيتعدى عليه وهو في المخالف هو اللي بيتعدى عليه. ما تسمعش كلام اي حد هتروح بص ورا الشمس. احلى سلام وتحيه للشرطه المصريه.